الركراكي أم عموتة؟ من سيخلف الفرنسي رونار في قيادة المنتخب السعودي بعد المونديال؟ بدأت رياح التغيير تهب على أروقة المنتخب السعودي لكرة القدم، فبينما يبدو المشهد هادئا تحت قيادة الفرنسي هيرفي رونار، تلوح في الأفق ملامح مرحلة جديدة يسودها طموح الأخضر في البصم على مشاركة تاريخية بمونديال 2026. وبرز اسم الإطار الوطني المغربي حسين عموتة كأحد أبرز المرشحين لتولي هذه المهمة، حيث تعالت أصوات نقاد وإعلاميين سعوديين بارزين تنادي بضرورة الاستعانة بخبرته، خاصة بعد الملحمة التي حققها مع المنتخب الأردني في كأس آسيا، وما أبان عنه من حنكة تكتيكية وقدرة على فرض الانضباط داخل المجموعة. وفي هذا الصدد لم يتردد نبيل قشبندي رئيس لجنة الحكام السابق في تزكية الخيار المغربي، مؤكدا أن عموتة يمتلك الكاريزما اللازمة لقيادة المنتخب السعودي نحو آفاق أرحب. ومن جانبه صار الإعلامي عماد السالمي على نفس المنوال، مشددا عبر برنامج أكشن مع وليد على أن المدرسة المغربية متمثلة في عموتة وحتى وليد الركراكي أثبتت علو كعبها عالميا، وباتت الخيار الأمثل لتعزيز الروح القتالية لدى اللاعبين السعوديين. ومع توالي هذه الإشادات يبدو أن نجاحات أسود الأطلس في قطر لا تزال تلقي بظلالها على خيارات الاتحادات العربية، مما يجعل من عموتة العريس المرتقب لدكة بدلاء الأخضر في القادم من الاستحقاقات.